اهلا بحضراتكم حلقه جديده وشارع الفن. الحقيقه يمكن النهارده هنتناول اخطر جزئين في صناعه الدراما اللي احنا زي ما احنا عارفين مش المسلسلات فقط. الدراما هو المصطلح العام اللي بيطلق على المسرح والسينما والمسلسلات والمسلسلات الاذاعيه وغيرها. الدراما بوجهها الشامل الحقيقه. النهارده يمكن اتكلم عن الدراما المصوره إذا جاز التعبير الحقيقة، وهتكلم بالتأكيد على العلاقة ما بين الأدب والسينما، الصورة بين الأدب والسينما. صناعة الصورة اللي بتكون في مخيلة الكاتب أو الأديب هي الصورة اللي بتخرج قدامنا وبنشوفها على الشاشات ولا لأ؟ وهل الموضوع ممكن يكون مؤثر أو مغاير للمعنى؟ وإيه الصعوبات اللي وراء إخراج هذه الصورة؟ هنعرف ده من خلال لقائنا مع ضيفي الكريمين. الحقيقه بسعد جدا باستضافتهم. بالتاكيد طبعا الكاتب والاديب الكبير الاستاذ محمد الفندي، اهلا بيك معنا يا فندم. اهلا وسهلا. منور الدنيا. وطبعا ومدير التصوير الاشهر ومدير تصوير سينمائي طبعا، وبرضه مخرج في بعض الاحيان الافلام التسجيليه، الاستاذ حازم العتر، اهلا بيك معنا يا فندم. بحضرتك اشكرك جدا. سعيد جدا بحضراتكم. نبدا بالورق ولا نبدا بالاليات والتنفيذ؟ في البدء كانت الكلمه، صح، وبالتأكيد لازم أبدأ بالكلمة. كلمني عن خروج المشاهد عندك في كتاباتك أو في رواياتك. الحقيقة الكتابة يعني مش هقول لك هبدأ بكليشيه وأقول لك الكتابة عمل صعب، ولكن هي زي ما أنت قلت كده، في البدء كانت الكلمة، خلق الكلمة وتأسيس المكان عملية شاقة جدا. هي عبارة عن حدوتة وتتقمص كل الشخصيات بتوعها وأركانها كلها عشان المتلقي توصل له بهذا الصدق. من غير الصدق الحكاية ما يبقى لهاش طعم، والمشاعر اللي فيها ما تبقاش موجودة، وبالتالي تختفي الصورة وعناصرها من الكتابة تماما. يعني أنت بتحدد ده من خلال خيالك أنت، بس مش بالتفاصيل الدقيقة اللي أنت متصورها. يعني انت بتتكلم مثلا على مشهد داخلي نهار، انت متصور ان هو جوه شقه في مكان ما بالنهار، الظهر، الصبح بدري، الفجر. ما بتكتبش التفاصيل دي متهيألي، وبالتالي توزيع الاضاءه وتصوير المشهد مش بيكون في مخيلتك. وحتى لو في مخيلتك انت ما بتكتبش عناصر تنفيذه، بتتركه للمخرج ولمدير التصوير، صح كده؟ مظبوط. دي بتبقى مهمه السيناريست بعد، هي حلقه الوصل ما بين ما هو مرئي وما هو مقروء. قبل كده انت بتعيش زي ما انا قلت بمشاعرك تماما مع الصور، مع العالم اللي انت خلقته من لا شيء، مع الحدوته اللي هي عباره عن كذبه بس انت مصدقها جامد قوي عشان توصل بصدق جامد قوي. ليه بيسموها كده؟ يعني هو خيال الحقيقه، لان هي ممكن ما لهاش وجود. ما طبيعي ان معظم القصص، معظمها مش كلها، بتكون وحي خيال في حد ذاته. حاجه مش ملموسه، حاجه مش حقيقيه، مش منطقيه، تفتقد للمنطق. لو صدقتها ممكن تتعلق، وممكن تعيش في عالم موازي مش موجود بالتفاصيل اللي احنا نعرفها بيه. المعنى الكذبه هنا، وهي بقى كذبه بيضه، مش ايوه كذبه بيضه او كذبه مكتوبه. هي التشبيه للفرق الكبير قوي اللي بيصنعه الخيال ما بين عالم الواقع وعالم المشاعر والخيال والحاجات اللي بيعيشها الكاتب او بيعيشها الانسان بنفسه، ان كانت حاجات من الطفوله، حاجات افكار في دماغه وهو عايز يوصل لها، او بحكم الصنعه عوالم جديده هو لم يتطرق ليها وبيخلقها من اول وجديد، وليها الاركان والمفردات بتاعتها. وملتزم مدير التصوير والمخرج ان هو ينفذ هذه الكذبه ويوثقها بالصوت والصوره. حقيقي. واخطر حاجه فيها على الاطلاق هي الاضاءه. حقيقي. الرسم بالنور اذا جاز التعبير عن الاضاءه. كلمني عن توثيق الكذب على حد تعبير الاستاذ محمد الفندي بالصوت والصوره وصناعته واخراجه للمشاهد. هو الحقيقه استاذ محمد قال انه اللي هي كاذبه ليه، هي بس عشان نوضح ما يبقاش الناس تقول كاذبه. هي الفكره ان الروايه او عامه القصه هي خيال. فازاي ان انت تقنع المشاهد ان انت تتفرجوا على المسلسل او الفيلم ده انه يعيش في الخيال ده ويصدقك لمده ساعتين، ويخش يفصل عن كل جوارحه، وينسى كل الهموم اللي داخل السينما، يفصل لمده ساعتين، يعيش مع قصه. القصه دي بناءة، هدامة، قصة حلوة، قصة وحشة، بتبني المجتمع، مش عارف ايه، لكن القصة دي هي دي بقى يعيش فيها
هو وظيفه المؤلف ان هو يعمل لي الحبكه او القصه المقنعه. وبالتالي بعد كده بيجي السيناريست يترجم زي ما استاذ محمد قال، فعلا هو الحلقه الوصل ما بين المؤلف والمخرج بقى وكرو العمل هو السيناريست. بيكتب ده نهار، ده ليل، ده كذا، البطل عمل كذا، استنى يومين ثلاثه بعديها صباح يوم جديد كذا. فتبتدي بقى مدير التصوير يقرا الكلام السيناريست كتبه اللي هو ترجمه للمؤلف، ونبتدي بقى نترجمه، نشوف الصوره دي. المخرج والسيناريست بيقعدوا مع بعض، ومدير التصوير ومهندس الديكور وكل فروع العمل الثمان شعب، الديكور والاخراج والصوت، ويقعدوا مع بعض عشان يطلعوا الصوره او القصه المحبوكه اللي يصدقها المشاهد اللي قدامه. وبتبقى اصعب طبعا جزء التصوير. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا تاني، عشان في اسئله كتيره جدا عاوز اسالها لصاحب الورق اللي بيسموه في الشغل الورق، اللي هو المضمون او الكتابه او الروايه او القصه. بعد اذن حضراتكم اتفضلوا. سلامتك يا أمي. وين هنادي هنادي كانت هنا وكلمتني. وين هنادي؟ ارتاح ارتاح. ابعد عني ابعد عني ابعدوا كلكم ابعدوا ابعدوا. تبكوا علي تبكوا علينا. ما بكيتوا لي زمان ما بكيتوا لي زمان يوم ما طردتونا من هالبلد. هنادي نروح لحالنا يمكن تهدى. وين هنادي يما؟ وين هنادي يما؟ هذا أمر الله يا بنتي. أمر الله ولا أمر خالي يما؟ ربنا ما أمر بالشر. خالك غدرني وعند بالستر وهو ناوي على الشر، وانتي نويتي معه، قتلتيها معه، قتلتوها انتوا الاثنين. لا لا يا أمي لا تقولي كده، لا تلمسيني. أمي هنادي بنتي. الكاتب والروائي والاديب الاستاذ محمد الفندي، كتبت قصه وانت شايف انها حلوه قوي، ورعيت فيها المشاهد بابعادها الزمنيه او فتراتها الزمنيه المحدده، ولكن الضروره الاخراجيه لعرضها على الشاشه تستلزم انها يتم تقليصها بشكل او باخر. لاي مدى بتقبل اختزال المشاهد عندك في رواياتك؟ خليني اجاوبك بالاجابه اللي قالها نجيب محفوظ او ميلان كونديرا، يعني اتكلم من الشرق ومن الغرب. انت اول ما القصه او الروايه بتطلع من ايدك وبتتنشر، انت خلاص ما بقتش مالك ليها، اللي مالك ليها هو القارئ بالاساس. لما بتيجي بتنتقل لمرحله اخراج الفكره على الشاشه، برضو انت ما بقتش دي مهمتك، وانت مش مسؤول عن اللي هيطلع على الشاشه بعد كده. ففي فصل، خلينا نقول ان في خط رفيع بيفصل ما بين الفكره لما اتكتبت والفكره لما اتصورت. من حق المخرج حق مطلق ان هو يتصرف في اعاده صياغه الفكره المكتوبه بالطريقه اللي تتراءى ليه باختياراته هو، بالممثلين، بالمشاعر اللي هو شايفها، بالتكوينات اللي هو عايزها. هو اخذ فكره ليها حدود، ليها عالم او عوالم، ليها عوالم اتأسست بشكل معين، بمشاعر واحساس معين، برساله معينه، باثر معين، لان في الاخر الفن بيسيب اثر. وبقت مهمته هو ان هو ينقل الاثر ده على الشاشه. ده ليها تقنيات وليها صناعه تانية خالص خالص. من حق المخرج المطلق ان هو يعيد تشكيل وصياغه الفكره بالطريقه اللي هو شايفها. تمام. انا برضو يمكن عاوز انتقل للاستاذ حازم في موضوع اسوار عاليه، وعاوز اتكلم معاك. انت طبعا مخرج افلام تسجيليه لا يشق له غبار، وما شاء الله عليك كاخراج وتصوير طبعا قبليها. في كواليس او في احداث بتدور في كواليس الاخراج
في التصوير والاضاءه تحديدا. انا عاوز اتكلم عن العمالقه زي رمسيس مرزوق، لما كان بيحصل حاجه ورا، ايه اللي كان ممكن يحصل في الكواليس احنا ما بنشوفوش؟ انا عارف انها عمليه صعبه جدا على فكره. هو الحقيقه دكتور رمسيس كان مميز قوي. ليه بقى؟ لانه مثلا كان انا اتذكر انه مثلا في فيلم البحث عن توت عنخ امون بالذات كان مرهق، لانه كان جزء من تصوير طبعا في اسوان ومصر، بس اللي كان بيتصور في استوديو النحاس، الجزء اللي هو الديكور، كنا بنينا القريه جوه الاستوديو. فكان لازم دكتور رمسيس ينور القريه نهار وينورها ليل، فيبقى في 2 راكور نور. يعني ايه؟ يعني ضوء النهار هو حاطط اضاءه بره القريه بشكل ما، جوه البيوت بعد كده بتدرج الاضاءه بشكل ما تاني اقل، وبعد كده اقل اقل. فكانت تجربه، كان ممكن مثلا يوقف التصوير عشان اللمبه دي لا قصيره شويه، فلما كنا كلنا يعني نبقى متضايقين ليه يا دكتور، فنكتشف ان عشان استاذ حمدي غيث لما هيجي يقف في عكس الاتجاه هيقطع النور عن مثلا جيهان نصر. فشوف بص رؤيته اللي قدام انه بيعمل ايه. وكان قبل كل فيلم يعمل تيست واثنين وثلاثه، وخصوصا عندك ممثلين، منير كان اسمر، جيهان ناصر كانت فاتحه شويه، حسين استاذ فهمي حمدي كان غيث، بقى حسين فهمي بلوندي. الجان القمر، فاستاذ حمدي غيث مثلا حاجه الضخم. فكان الموضوع مش بس، وكان مدير تصوير اللي بيرسم السكريبت الاضاءه ده كان يعني عايز اقول لحضرتك انه كان بنراجع على كل لمبه، على كل اضاءه، على كل، وفتحه العدسه ما بتتغيرش طول الفيلم. هو حاطط مثلا نفسه بحيث انه ولا الاضاءه تتغير ولا الكونتراست تتغير، وتفضل عايش معاه في المود والتجربه اللي هي الحاله الساعتين دي ما تخرجش. كان فين يوسف فرانسيس المخرج العبقري طبعا العظيم؟ ده المخرج يوسف كان فرانسيس هو مخرج توت عنخ اجمل. امون. طبعا ما هو البحث عن توت مخرج عنخ امون. استاذ يوسف فرانسيس يعني الله يديله الصحه يعني. فكان من اجمل الناس، لانه كان الطريق اصلا طريقه الحوار ما بينه والدكتور رمسيس كانت راقيه بشكل. وانا كنت محظوظ ان انا قريب جدا من الدكتور في الفتره دي، لانه كانوا بيتكلموا ويتناقشوا، طب ايه رايك لو عملنا كده يا رمسيس، طب ايه اللي يطلع كذا. كان هاممهم الشاغل اكتر حاجه من القريه والحاجات دي كان المقبره، لان المقبره اتبنى جزء منها ديكور واتصورت استاذ حسين فهمي. فكان دكتور رمسيس اول مدير تصوير سينما ينور بالكلوبات، كلوبات عاديه خالص بتاعه كذا، وزود بالاضاءه بتاعتنا. لكن كان مصدر النور جوه مقبره هيبقى ايه؟ مفيش. شفنا المشاهد وهم ماسكين الله الكلوبات ينور في ايديهم حضرتك. وداخلين جوه المقبره. دي كانت مشكله كبيره ان مدير التصوير انها تخترع مصدر نور جوه مقبره ايه. بس ده حساسيه كاميرا وعدسات طبعا وحساسيه طبعا فيلم طبعا يعني مجازفه كبيره جدا، وبيفكر ودماغه دي شغاله وعارف بيعمل ايه وعارف. لا وقتها كنتوا شغالين بقى كمان بالخام. الله كان ينور سينما، ما حضرتك. كانش ديجيتال زي دلوقتي بالظبط سينما يعني كل ضوء محسوب، وكل لمبه محسوبه، وكل شيء محسوب، ما فيش تهريج، ما فيش، كل واحد بيعمل شغلته بالسنتي وبالثانيه. الراجل بتاع الكلاكيت اللي بيكتب الكلاك ويكتب الرابور بانه مين ده يطبع وده ما يطبعش، كل دي حاجات كانت مهمه جدا. اي خلل في عنصر الاضاءه لو تسمح لي هو بيبقى خلل في توصيل المشاعر. صحيح. ممكن يفصل المشاهد تماما حقيقي. عن الاحساس العام بتاع الفيلم. وظهر قوه الاضاءه في فيلم زي الموميا لشادي طبعا عبد السلام، طبعا ابيض واسود، كان طبعا. كل التلاعب فيه بالاضاءه وزوايا الاضاءه والشادوهات اعتقد يعني الموضوع شادي الموميا بالذات ده يعني قصه لوحده، فما نقدرش يعني لو قعدنا اتكلمنا كتير جدا مش هيكفيه. يعني شادي عبد السلام رسم السكتشات بتاعت الفيلم كل كادر، كل كادر قبل الفيلم يتصور، واللي صوره العظيم عبد العزيز فهمي. يعني انا كنت حلم حياتي ان انا بس يعني اشوفه، بس احنا حظنا لا، حكى لنا عليه دكتور ابراهيم عادل الله يرحمه برضه، حكى لنا على عبد العزيز فهمي وازاي افكار الناس دي، وازاي ما قعد مع شادي عبد السلام ورسموا الكادرات، وازاي عبد العزيز فهمي نفذها مش ممكن. يعني الموميا المفروض يتعمل له متحف، لان السكتشات زي ما استاذ حازم بيقول هي دي مشهوره جدا. سكتشات شادي عبد السلام الله يرحمه، ازاي كان بيبني المشهد قبلها ويكونه على الورق ويبتدي يشوف يتست الالوان والدرجات والازياء كمان. لا دي صناعه كامله، صناعه متكامله لفيلم الموميا. خدت بالك هو بيتكلم بعين ايه؟ المثقف فنيا سينمائيا والناقد الفني. بالظبط. وده السؤال الثاني اللي هساله لك بعد الفاصل مباشره عن موضوع النقد الفني وكتابه الروايات، وبتشوف وبتنقد باي عين. بعد الفاصل مباشره، اتفضل.
يا سيد ونيس، يا سيد ونيس، لما جئت ورائي هنا؟ ملعون اليوم الذي جعلني أحمل لك فيه أخبار الشر، وملعون اليوم الأسود الذي سيؤذونك فيه أنت الآخر. من الذي سيؤذيني؟ ملعون اليوم الذي خرجت فيه للحياة. قل ما عندك أو اذهب من هنا. قبيلتك، لحمك، دمك، اضربني، اقتلني، لا أستطيع أن أقول لي أبكي أيها اليوم الأسود. تكلم يا مراد، لا تتلاعب بالكلمات. أخوك رحمه الله قتلوه. كاذب، كيف تجرؤ على اختلاق كلام كهذا؟ إنها الحقيقة أقسم. لا تلمس. أنا الحقير، الكل يكرهني. فلتثبت كلامك. من قتله؟ تكلم. القارب الذي رحل به أخوك، قارب عليه رسم كفين كالفراشة يرسو خارج القرية. صاحبان ينتظران أجر فعلتهما الشنيعة. استاذ محمد، الفيلم كاتب وروائي واديب وناقد فني في بعض الاحيان. بعض الأحيان. في بعض الاحيان. بعض الوقت. في بعض الوقت. ليه؟ ايه اللي يخليك تتحرك انك انت تكتب مقال؟ جميل الفكرة. خلينا نقول ان الفن هو اثر، يعني زي اثر الفراشة. ما هوش رسالة، ما هوش الكلام الكبير اللي بيتقال ده. إنسان الكهف لما كتب ورسم على الحيطة ما كانش عنده رسالة إن هو يحسن المجتمع أو يخاطب ضمير المجتمع أو الكلام ده كله، لا إطلاقا. الفن أثر، وأثر يدوم لو هو صادق. واللي بيدفعني إن أنا أكتب عن أي عمل مهما كان، مسلسل أو فيلم أو مسرحية، هو شدة انتاجه. لو هو صادق قوي وانا حسيته قوي، والسيكونس بتاعه كان بناؤه كان منتظم ومبني وفيه تصاعد مظبوط بصدق وحرفية، انا لوحدي. وده حصل في المقالات اللي انا كتبتها وانفعلت فيها، وكتبت عن الاعمال اللي شاهدتها. انا لوحدي ببقى عايز اكتب عنها، ببقى عايز افرغ الشحنه دي على زي الورق. لعبة نيوتن مثلا. لعبة نيوتن كتبت، وكتبت عن جراند اوتيل. بيكون النقد ايجابي، يعني انت بتنفعل وبتنبهر بالعمل، بتكتب عنه بصوره ايجابيه منبهره، ولا بتكتب برضو عن بعض السلبيات والايجابيات؟ لا، عمرك ما هتفعلك لو هو صادق فعلا والفيلم صادق فعلا، هيدفعك ان انت تكتب في الاتجاه اللي انت شايفه اللي هو دفعك ليه الفيلم. وقد يكون احيانا هجومك او نقدك، مش هجومك، انا اسف على الكلمه، نقدك شرس جدا وعنيف جدا وقاسي جدا على الكاتب وعلى المخرج وعلى السيناريست وعلى الممثلين، واحيانا قد يكون ايجابي جدا، وهو استكمال للحدوته اللي كانت بتتحكي على قدامك على الشاشه، ان كانت فيلم لمده 3 ساعات او مسلسل لمده 15 حلقه او 30 حلقه. كل ما كانت المشاعر صادقه، كل ما كان الدافع ان انت تستكمل وتعيش العالم اللي انت كنت عايش جواه ده اقوى، وكل ما كان اندماجك على الورق لكتابتها، رغم ان الحيفه بتاعتنا فيها صنعه بتبقى قويه جدا جدا. تم نقدك قبل كده في صنعتك؟ هو ما فيش حد طبعا خالي من النقد، بس انا يعني ما عملتش حاجات كتيره قوي عشان يبقى يتم نقدي، بس انا هو كان في نقد حلو قوي بناء، يعني اتكتب عن الفيلم بتاعي اسعار عاليه من راجل ناقد عراقي. الحقيقه انا كنت فوجئت لان انا ما اعرفوش شخصيا ولا اي حاجه، حد اتفرج على الفيلم وعجبه الفيلم. هو كان صعوبه الفيلم انه كان مطلوب مننا نصور الفيلم كله في 3 اسابيع وبميزانيه مضغوطه جدا، وكان المخرج استاذ هشام عيسوي حاجين جمال قوي قوي، وكان اصلا فكرته عن الفيلم ان احنا عايزين نصور الفيلم هو عباره عن يعني زي ما تقول المقارنه بين عيشه الكومباوند وعيشه المناطق الفقيره قوي يعني. فبيحكي قصه حد صغير وحد في كومباوند وايه العلاقه بقى. فكان مطلوب ان هو شرطه الاساسي ان انا ما تستعملش اضاءه كتير،
انك تبقى طبيعي طول الوقت، انك نبقى حقيقيين طول الوقت. ده صعب قوي قوي قوي. وخصوصا ان هو كان عايز الكاميرا معظم الوقت شولدر، اللي هي ما فيش ستيدي كام، لا ما فيش، لا هو عايز احساس اللي هو لو منطقه شعبيه احنا بنصور في احساس اللي هو الزحمه واللي مش عارف ايه والكذا والكذا. في المناطق اللي هي في الكومباوند كاميرا هاديه ستيدي، الشوطات جميله ومنوره وحلوه، والسلام النفسي والسلام النفسي. لما كان كان في مشهد يعني البطله بتتعرض كان هو ده مثلا كان من مشاهد لانه كان ماستر سين الفيلم، كان صعب جدا لانه كان عايز يصور في بدروم، وان البطله بتجابه مشكله كبيره، وازاي تصور في بدروم، وايه الاضاءه اللي ممكن تصور في بدروم. فعايز اقول لك ان ده مثلا اللي خد مني مثلا ساعتين، قعدنا نفكر ونعمل لغايه كلوبات زي توت عنخ امون. لا بالعكس، ما هو مش منطقي ان يبقى في كلوب في البدروم، لكن المنطقي ايه؟ اللي هم السياس بتوع الجراج بيعلقوا فرع النور اللي هو الشيء الفوسفور. ايوه، او فرع لما الكهرباء عاديه. برافو عليك. فبقى الموضوع، وانت طبعا بتكمل بالاضاءه طبعا، بس لازم تخترع مصدر منطقي للمشاهد لما يتفرج عليك، عشان ما يقولكش هو ده الراجل اللي بيضحك عليا ولا ايه. ومستحيل هيطلع المشهد ضلمه. شوف يا استاذ محمد، يمكن هو كان بيتكلم بفكر مختلف واسلوب رؤيه مخرج. لكن لما نيجي نروح للثلاثيه، نجيب محفوظ، الواقعيه بقى العظيمه اللي حصلت، واتمنى يعني اعتقد ان الاسلوب مختلف. الثلاثيه كانت في حاره شعبيه وفي منطقه فقيره، لكن ما كانش فيها شولدر كاميرا، كان كلها متصوره طبعا على ترايبود والكرينات، والتصوير اللي هو واخد حقه قوي. روايتك في منطقه شعبيه مثلا، وفي الكونتراست او الفرق ما بين المناطق اللي عاليه جدا والمناطق اللي هي الفقيره، هتقبل ان هي تخرج روايتك شولدر كاميرا بكاميرا فري هاند، او ولا لازم عاوزها زي الثلاثيه بقى كده واللونجات والكرين داخل انا عجبني الكلام السرد بتاع استاذ حازم، وعجبني جدا اختيارهم للشولدر كاميرا. ليه؟ لان هو ماشي هو بيصور المجتمعين، اتنين فيهم تناقض جامد جدا. هو زي ما احنا قلنا هو بينقل لك مشاعر، فهو ماشي بالشولدر كاميرا. انا متخيله مثلا ممكن انا جنبه ما اعرفوش واخبطه في كتفه، ما اظنش ان هو هيقطع المشهد ده. هو عايز العفويه بتاعه المكان، لان هو المكان فيه حركه كتير وفيه ضجه وفيه توتر شديد وضوضاء، عكس وده الكونتراست اللي حضرتك بتقوله، التضاد ما بينه وما بين الحي السكني الفخم جدا الهادي جدا المنتظم جدا، اللي ما فيهوش غلطه، اللي هو متعب الكاميرات. هنا الاستادي كاميرا مش هتبقى كسلانه، هتبقى نايمه خامله، وهو ده المقصود ما بين ان انا اخدها بالتكنيك ده عشان انقل الحركه وانقل لك مشاعر العالم ده كله على الصوره. الاختلاف ما بين الكتابه والتصوير. ونرجع نقول ان هو الثلاثيه زي ما حضرتك ذكرت برضو، الثلاثيه عمل من اول نجيب محفوظ لحد ما طلعت لحد يحيى شاهين وطلعت على الشاشه. هو عمل يعني فيري فورمال، عمل رسمي جدا ونظامي جدا ومنتظم جدا، زيه زي اعمال زي الكاتب بتاعه زي المخرج بتاعه الى اخره. المخرج كان واحد حسين الامام العظيم طبعا. فهي المشاعر اللي موجوده وقتها، لان انت كنت دخلت في ثوره 19 وبتتكلم على التحرير والاحتلال والمقاومه، كل ده لازم يتنقل بالشكل ده. وده حتى يستدعي فيلم تاني دلوقتي على بالي، اللي هي الثلاثيه بتاعت الاب الروحي، جود فاذر. برضه جود فاذر الظل والنور والعالم السفلي واللي باين للناس والانضباط بتاعهم، هو برضه نفس المعتقد استاذ حازم، صح جدا، صحيح جدا، نفس النهج بتاع الثلاثيه ده. لا ده انت لازم بتصور حاجه منضبطه جدا، والانضباط هو قمه الفوضى في الافلام دي، لان انت بتنقل مشاعر وبتنقل اخلاق فاسده وبتنقل معتقدات غلط، بتنقلها بمنتهى الانضباط والحرفيه، عكس الشولدر كاميرا، وعكس ما بتنقل العفويه في حي شعبي. تمام. اسمحوا لي اطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. اتفضل.
خليني ارجع بنتي. انا ارجع لك بنتك؟ وصليني بعلي، هو هيعمل كده. دي ماضي محدش بيغفر له. انا يا باشا بتتولد مره واحده بس، يا صابت يا خابت. اللي عايز يعيش عيشه نظيفه لازم يعمل اي حاجه عشان يحقق احلامه. جبتي فلوس دي منين؟ انا هو انا عليا ابيع نفسي ولا اقتل ولا اسرق، لكن تاخدي فلوس من حد لا. ممكن تخلعي لو حبيتي في اي وقت، لكن لو لعبت بديلك من ورايا ملعونه ابو الديمقراطيه. هي اتحكم عليها بسنه سجن مش كده؟ هو انت الممثله المشهوره ولا الست المسجونه ولا المدمنه؟ انا عايزه الادويه دي. حضرتك عندك ايه؟ ايه بقى؟ مش مخ. الفلوس هتستلميها لما تخلصي كل حاجه. لازم نخلص. اعمل اللي انت ترجعي. عندي شغلانه حلوه ليك. الحكايه دي مش خطر؟ استنوا. تحبي تقولي النهارده ايه لجمهورك؟ احب اقول لهم انا اسفه، انا بعتذر على كل الحاجات الغلط اللي عملتها، لكن انا في الاخر بني ادمه يعني ربنا بيسامح، فليه احنا ما نسامحش بعض؟